السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم بفيديو جديد. حطيلي لايك واشتركي معايا في القناه لو مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده انا جايلكم بفكره فيديو حلوه جدا جدا. يعني فكره محدش هيقول لكم عليها. فكره مشروع بسيط جدا جدا، هتبداوه بجد من حاجات بسيطه، وباذن الله هيدخل لكم ارباح حلوه جدا باذن الله. يلا بينا نشوف بقى ايه فكرة الفيديو. يلا بينا، بس اهم حاجة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. بصوا بقى يا جماعة، المشروع اللي هقول لكم عليه. انا اول حاجة كده، بصوا يا جماعة، انا المشروع عبارة عن ايه؟ عبارة عن علب، اوزع على محلات السوبر ماركت وكده، وبعتهم. تمام. تعالوا بقى هقول لكم عملت كده حاجة كده. انا كل ما بنزل السوق، انا عن في الطبيعي بتاعنا بنعمل الاكل كل يوم، بنزل السوق كل يوم. تمام. فانا مثلا يتبقى 5 جنيه، يتبقى 10 جنيه من المصروف. مرة اجيب كاكاو، مرة اجيب بيكنج باودر وفانيليا، مرة اجيب مثلا شوكليت شيبس، فانيليا، مش عارفه ايه الحاجات اللي هي ايه، اللي هي المكونات بتاعت الكوكيز او البسكوت عموما. تمام. بس انا عاملاه كوكيز بعجينة الكوكيز، لان عجينة الكوكيز هتبقى مكلفة جدا، ومحدش هيرضى يشتريه لان هيبقى مكلف اوي عليكي، وطبعا هتضطر ان انت تبيعيه غالي، فمحدش هيرضى ايه يشتريه. تمام. فانا عملت ايه؟ بدأت ان انا اجمع الحاجات ديت بالفكة اللي تتبقى من مصروف البيت. جيت بعد كده، جات لي فكرة المشروع ده، قلت طب ما انا اعمل مشروع وانا قاعدة في بيتي مع ولادي، بدل ما انزل ان انا اشتغل والكلام ده. فطبعا بما اني معايا اللهم بارك معايا اطفال وكده، فمش هينفع ان انا انزل ايه، ان انا انزل واشتغل وكده. فاعمل ايه؟ اعمل ايه؟ جات لي فكرة المشروع ده، فقلت بقى ايه اعمله. فرحت رحت جبت ب10 جنيه علب، اللي هي العلبة دي. العلبة دي المفروض ان هي علبة الرز بلبن، هي العلبة غطاها منها فيها. تمام. العلبة بجنيه ونص، العلبة الواحدة بجنيه ونص. وبعدين يا جماعة، ال10 جنيه الواحدة عملت لي 7. عملت لي ايه؟ عملت لي 7 علب. فقلت هبدأ بقى ايه، واحدة واحدة كده على بسيط. طبعا انا كان ناقصني ساعتها، اللهم صل على النبي، كان ناقصني ايه ساعتها وجبته ب10 جنيه برضو. اعتقد كان الشوكليت شيبس، اللي هي دي، او تقريبا الفارماسي، حاجة زي كده. المهم حاجة منهم كانت ناقصة من عندي، فجبتها بالعشرة التانية. فاصبح انا دلوقتي راس المال اللي بدأت بيه هي ال20 جنيه دي. تمام. طبعا انا كده كده اصلا متعودة ان انا اي بجيب حاجة الكوكيز او البسكوت، بجيبها حاجة في حاجة كده واشيلها في البيت، لان انا ساعات مثلا بالليل كده ولا حاجة، واحنا قاعدين مثلا الاولاد زهقانين عايزين حاجة حلوة ياكلوها، بدل مثلا ما نشتري حاجات من بره ومواد حافظة وحاجات من دي، بحب دايما ان انا اعمل لهم الكيكة في البيت، وهم بيحبوا الكيكة البيتي. اعمل لهم كوكيز زي ما انتم شايفين كده. الحاجات ديت بتبقى حلوة جدا، بالذات بوجودها في البيت للاولاد، في اللانش بوكس، في المدرسة، الكلام دوت، حتى لو مفيش مدارس وفي اجازة، الحاجات دي بتبقى مفيدة جدا للاولاد، بيفطروا بيها الصبح كده، بتبقى حلوة جدا مع كوباية لبن. فانا رحت فانا يعتبر لحد دلوقتي الحاجات دي اصلا كده كده بتبقى موجودة عندي في البيت، والسمنة والزبدة والحاجات دي البيت طبعا ده اساسي. فقلت هعمل ايه؟ فجبت الحاجات زي ما قلت لكم كده، بدأت انا بال20 جنيه اللي هي ايه، العلب والشوكولات شيبس. فرحت بدأت بقى ان انا عملت البسكوت، وسميت الله كده وتوكلت على الله، وبدأت ان انا اعمل بقى كيس. وبعد كده رحت في سوبر ماركت هنا على ناصية الشارع بتاعنا، رحت نزلته له وقلت له لو سمحت عاوزاك تبيع لي دوت
عايزة بس ايه اشوف، اجرب كده اشوف المشروع بتاعي ده هيمشي ولا لا. فبصراحة يعني ربنا يبارك له، ما قالش لا، ما قالش لا بصراحة. فقلت له العلبة هبيعها على 10 جنيه، موافقة ارباحك عليها الكلام دوت. فقال لي لا انا هبيعها لك بال10 جنيه بتاعتها زي ما هي، ومش عايز حاجة. فربنا يبارك له يا رب، ويبارك لكل حد بيقف جنب الناس يعني، بالذات لما يكون مشروع وكلام من ده. فجبت له ال7 علب. طبعا بقى ايه، في الاول كنت داخله بحماس جدا جدا. اول يوم يعني انا اديتهم له مثلا مع المغرب كده ولا حاجه. تاني يوم الصبح كنت نازله اودي ابني للمدرسه، راح اودي ملك للمدرسه. فببص لقيتهم بسم الله ما شاء الله يعني ايه اتباع منهم 4، كده فاضل 3. ففي الاول فرحت جدا جدا وقلت الحمد لله يا رب ومش عارف ايه وكده تمام وكده. قعدت تقريبا 3 ايام من بعديها ال3 علب ما بيتباعوش، مفيش حاجه تباع. اللي هو خلاص بقى انا كده فقدت الامل، خلاص مفيش حاجه هتتباع، مفيش حاجه. انا خلاص كده كنت خلاص اللي هو هاخد منه حق ال4 علب، وكنت هاخد ال3 علب وخلاص مش هكرر المشروع ده تاني، وخلاص على كده. بس الحمد لله بفضل الله. لا ال3 كمان اتباعوا، ربنا كرمني الحمد لله. ف فجت في بالي فكرة المشروع ده، وانا كده كده بحب اعمل الحلويات والحاجات ديت زي ما قلت لكم. فالموضوع بالنسبة لي محبب جدا، انا مش عاملاه على فلوس ولا عشان حاجة، انا عاملاه علشان انا بحب اعمل الحاجة اللي انا بحبها. انا كل الفكرة في ان انا عملت الحاجة اللي انا بحبها. انا بحب اعمل الحلويات، بحب اقف اخترع كده في المطبخ. وصفة تقليدية اغير فيها حاجة، اشوف النتيجة هتطلع عاملة ازاي. فانا عملت حاجة انا بحبها. تمام. فاتمنى بقى ان انتوا دي تكون فكرة، فكرة مشروع تقدروا تنفذوها من بيوتكم وتعملوها وان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله. قولوا يا رب وكل حاجه ان شاء الله بسيطه، وانت قاعده في بيتك مع ولادك، مش محتاجه ان انت تنزلي بقى ومواعيد وتأثري مع اولادك او حاجه من دي. لا انت قاعده مع ولادك وبتعملي الحاجه اللي انت بتحبيها، والحاجه اللي انت كده كده اصلا بتعمليها في العادي لولادك اصلا، فمش هتأثري على ولادك في حاجه، وما بتاخدش وقت. انتي في 10 دقايق بتكوني عملتيه، وفي 10 دقايق تاني زيهم بتكوني سويتيه في الفرن. فمش محتاج حاجة أصلا، ولا محتاج وقت، ولا محتاج مجهود منك خالص. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم، وأتمنى انتوا إن شاء الله تنفذوها، وربنا يكرمكم إن شاء الله يوسع على الناس كلها. بس أهم حاجة ما تنسوش بقى إيه، تصلوا على النبي كده، وتقولوا لي اي تعليق حلو في الكومنتات. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين. ان شاء الله فيديو جديد وفكرة جديدة، ومع السلامة.